اغلبنا امبارح شاف الفيديو ده. هم طردوك من اللوكيشن؟ بالظبط. مين اللي طردك؟ انا سمعت بس محمد عز ما عرف انا هنا انت اصلا ما طلعش صور التورته ولا اي هو حاجه؟ زينة هم اللي هتلاقي ماشيين. محمد عز زينة عشان هو ياكل منه الجو بس. في لحظه وبسبب موقف ما محمد بقى حديث كل الناس، دخل عالم مش بتاعه وبقى ترند. محمد راح، محمد جه، محمد اتصور، محمد مرضيش يتصور، محمد اخد فلوس، محمد بقى ممثل، محمد هيغني. مع الاسف الراجل ده في يوم وليله لقى نفسه في حته تانية، شاف عيشه غير عيشته، شاف حياه النجوم، شاف عيشتهم شكلها ايه، والاضواء بهرته لدرجه انه حس بقى واحد منهم، بقى يتعامل على انه نجم كبير. يا ترى من وجهة نظرك محمد ضحية ولا لا؟ خليني اقول لك ان عاجلا ام اجلا محمد هيفوق من الوهم ده وهيرجع لحياته العادية، بس ساعتها هيتصدم بالواقع المؤلم. وبعد ما كان راضي بحياته وعيشته ايام زمان، هيعيش ناقم وساخط عليها الباقي من عمره. مع الأسف محمد ظلم نفسه واستغله الآخرون، لكني برضه ما أقدرش ألوم محمد، لأنه زي شباب كتير قوي شاف ناس على السوشيال ميديا قالت كلام غريب وحققوا منه الملايين، وكمان بقوا نجوم ومشهورين، وفي منهم اللي اتكرم، واللي الفضائيات الكبيرة استضافته، واللي مثل واتشهر بقى رمز للشباب. بس ما هتقدر تقنع واحد زي محمد ازاي ان اللي بيعمله ده غلط ومش هيوصله لأي حاجة؟ هتقنعه ازاي ان اللي بيعمله ده ما يرضيش ربنا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتقنعه ازاي بان الدنيا دي زايلة، ومهما حققت بملايين وشهرة هتاخد ايه معاك؟ وده يخليني اقول له واقول لكل واحد بيفكر بطريقة محمد، قول لي هتهرب ازاي من فتنة انك عايز تغير جلدك وتستسهل الطريق عشان تحقق الملايين؟ هقولك خلي بالك، لانك هتفوق من الوهم ده اللي انت عشت فيه، وهتواجه العالم الحقيقي بتاعك، لان كل اللي انت ماشي فيه ده وهم كبير، وهيجي اليوم وهتتصدم بالواقع المؤلم. بعد ما كنت راضي بعيشتك اللي على قدها مش هتعرف تاني ترضى بيها ابدا، وساعتها اما انك هتعيش ناقم عليها عمرك كله ونفسيتك هتتعب، او انك هتسمح لكل اللي عايز يركب الموجة يضحك عليك ويستغل سذاجتك. يا جماعة السوشيال ميديا جننت الناس وخلتهم على أتم استعداد إن هما يعملوا أي حاجة عشان يركبوا الترند حتى لو كانت حرام. قولي مهما كسبت مهما نجحت بقيت مشهور، لما تقابل ربنا هتقوله إيه؟ المشكلة إننا ناسيين إن دي مش حياتنا الحقيقية. الدنيا اللي احنا فيها دي مجرد وهم، مرحلة في حياتنا الأبدية، وأي حاجة بتحققها في المرحلة دي ما بتاخدش منها أي حاجة معاك في حياتك الأبدية. انت ما بتاخدش غير العمل الصالح والكلمة والأثر الطيب اللي انت بتسيبه في الدنيا. فعلا مفيش نجاح لينا أبدا إلا لو اعتصمنا بالله العلي العظيم وانشغلنا بطاعته وبتربية ولادنا على حب الله تعالى ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان نفهمهم إن مهما حققوا من نجاح دي دنيا فانية وملهوش أي قيمة النجاح ده لو ما كانش في رضا ربنا سبحانه وتعالى. وأخيرا ما تنساش تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل بوصيته وبلغ عنه ولو آية. اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الأجر والثواب. أحبكم في الله، هدية محمود.